المكتبة الطايرة ليه اتسمت مكتبة طايرة؟ كل الأسئلة دلوقتي اللي بتجيلنا أنا عايز مكتبة تلفزيون سادة بيزك خالص متعلقة على الحيطة. حققنا المعادلة ديت في المكتبة دي. المشكلة في المكتبات المعلقة طريقة تعليقها، أوقات كتير بنقابل الحيطة بالطوب اللبني هو الطوب الأبيض اللي لونه جراي شوية، ده لما يجي أخرم فيه مسمار عشان أجي أعلق فيه المكتبة المسمار بيكبر أو بيبوش فما بنعرفش نعلق المكاتب. حققنا دوت من خلال المكتبة الطايرة إن هي جزئيتين تحت بعض بتكبر وبتصغر على حسب المساحة اللي أنت عايزها. الطبلية دي تركب على ديت تبقى مع بعض متر و70 بس ممكن تتضبل للمساحه، وحابب ان انا اخليها في مكان اوسع او مكان اكبر من كده اخليها تكبر معايا بالشكل اللي انا عايزه توصل معايا لحد 2 متر و70. فاحنا بنسمينها طايره عشان الجزئيتين دول الطبليه اللي تحت خشب كامل بوسعها وبضيقها وبرجع عليها الجزئيه ديت مع 3 ادراج. المكتبه بتتحرك معايا من الاتجاهين سواء كانت من الناحيه اليمين او من الناحيه الشمال. معظم المكاتب ديت بتتعمل خشب MDF، احنا كل اخشابنا طبيعيه، ما دام اخشاب طبيعيه بقدر اقعد عليها، اقدر اقف عليها، اقدر احطها في اي مكان. ودرجات الالوان المتوفره معانا في المكتبه درجه اللون الاوف وايت بدرجه لون البني الفاتح بالقشره الارو الطبيعيه، عشان ما نتقيدش في اي درجه لون بالنسبه للريسبشن او بالنسبه لغرفه الليفينج، سواء استخدمت درجات البنيات باتجاهاتها او استخدمت درجات الاوف وايت بكل اتجاه. المكتبه ديت الترند اللي جاي كله، ولو خدت سكرين شوت وجيت سامي موديل هتاخد خصم جامد.